الفيديو اللي استناه كل الناس وهيحل مشاكل ولادنا بره والبنت اللي عمرها ما طبخت رز قبل كده. اول حاجة بالكوباية، هنعاير بالكوباية 3 كوبايات رز عليهم 4 كوبايات مية. هنغسل الرز كويس كده ونصفيه، ايوه زي الصورة كده بالظبط. التركات والحركات: زيت وسمنة مع بعض علشان نشوح ايه، نشوح الشعرية. الشعرية أسهل من تشويح الرز. عارفين الرز رزة ورزة؟ لا، خلينا في الشعرية كده على قد ايدينا ونقلب كويس. التقليب ده أهم حاجة في الرز كله، علشان الشعرية لو سبتيها كده ولا سبتها يا ابني هتتحروق. أيوة، نقعد نقلب نقلب كده لحد ما تبقى لونها ذهبي. البني يبقى اتحرقت وسودة، الفاتح هتعجن منك. لازم اللون الذهبي. أيوة، برافو عليك. طبعا تكونوا مغسلين ومصفيين الرز، وقلنا 3 كوبايات رز معاهم 4 كوبايات مية. لسه احنا موصلناش لمرحلة الاحتراف. قلب 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 قلب. هنا بقى الخطوة اللي عشانها الرز عمره ما يعجن. لازم الرز يتقلب في الزيت والسمنة كتير كتير كتير، لحد ما تلاقيها كده ايه، كل حباية اتلفت جامد في الزيت. وطبعا مكترش الزيت والسمنة عشان انا دكتورة تغذية، بس انا عاملة الفيديو ده اصلا لولادي علشان هم مسافرين وعطلوا عطلوا في الرز. معوداهم يطبخوا شوية حاجات بس الرز كان صعب عليهم. بقى مفلفل. نحط بقى الملح قد ايه للكمية اللي انا قلتها، 3 كوبايات، نص معلقتين يعني نص ونص. ادي، ونقعد نقلب كده. حطيت الاول 3 كوبايات وبعدين لقيتهم لا، مش ما ينفعش كده، كوباية كمان. وبعدين نحطه على النار. التسوية مهمة جدا. بنحطه على النار اول ما يبدأ يبقبق، هي اسمها كده يبقبق. قبل المرحلة دي نروح مهديين، وفي حاجة كان اسمها الشياطة، يعني غطا اي علبة صفيح او نهدي قوي. ربنا يحفظكم في الغربة يا ولادي.